لما كل هذه العنجهية الأمريكية؟ بمعنى أوصف حلفاء بأدوات ووقف رؤساء دول في الشارع يستنوا لغاية ما الموكب الرئاسي بتاعي يعدي، واعترض على كلام كل الرجالة اللي قاعدين بالفيتو، وأقول هضم دولة كذا وهاخد كذا من دولة كذا ولا كأني شايف حد. بكده يبقى اللي بيتعامل بهذه الطريقة لازم تتوفر فيه شوية صفات: القدرة والثقة في ملكية القدرة، وهنفهم يعني ايه، والشخصية والمساندة، ومعاهم كام حاجة كده. كوباية الشاي الجميلة والورقة والقلم، وخلونا نعترف ونعرف ونفرد اللي بنقوله ده واحدة واحدة. أنا أحمد سلامة، زي الكتاب ما بيقول. أهلا بيكم. لو مستني مني أكلمك في اجتماع نتنياهو وترامب بخصوص أهالينا في غزة، فحابب أقولك إنه اجتماع أي كلام، ومن النهاية أمريكا والصهاينة انتصروا قولا واحدا، والاجتماع ده حبر على ورق زيه زي اجتماعات كتيرة فاتت، واحتمالات انه يبقى مسمار جحا اكبر بكتير جدا من انه يبقى الحل الفعلي. وخليني اقول لك يا محترم ان مؤخرا الشعوب اتصدمت بمجموعة حقائق، عينت بقى حقوق الانسان والسلام العالمي والديمقراطية والمواثيق الدولية والحاجات اللي هي الكلام اللي بالك فيه كله ما هو الا ادوات سياسية لخدمة المصالح الاقتصادية عن طريق المؤسسات العسكرية، وده امر واقع. طب هو ده جديد؟ لا، بس المزيكا وترتنا. وخلونا ندخل في الموضوع على طول. عندنا ترامب نفسه هو كلمة السر في المعادلة دي. ترامب دخل البيت الأبيض المرة الأولى بالقانون مش بالانتخابات، والمرة التانية بالفلوس والسياسة اللي سلموا الانتخابات، وهو أصلا رجل ثري من عائلة ثرية، فبالتبعية فهم مفهوم القوى الاقتصادية ومجربه، وكان شخص ممكن يتم تصنيفه إنه عفياجي أو واخد الدنيا بالدراع وبالفلوس، وده من أيام المصارعة الحرة والكلام اللي بالك فيه. وتخيل بقى صديقي لما السلطة اللي معاه بدل ما تبقى سلطة فلوسه وفلوس أهله تبقى سلطة أقوى دولة في العالم، والفلوس بدل ما تبقى فلوسه وفلوس أهله تبقى فلوس أغنى دولة في العالم، والقوة بدل ما تبقى قوته وقوة أهله تبقى قوة أقوى جيش في العالم. أنت فاهم هو هيبقى عامل إزاي؟ وخلينا نقف هنا حتة بقرش بقى. أنا قلت أقوى وأغنى والأكثر نفوذا وتسليحا، هل أنا قلت ده اعتباطا؟ طبعا لأ. وخلينا صديقي نجرد اللي نعرف نجرده من أمريكا ونشوف هل تستحق المبالغة ولا على الله إن شاء الله. نفتح الكلام ونقول أمريكا صاحبة أكبر جيش عرفه التاريخ، يعني التتار ولا أمريكا؟ هقولك أمريكا. الهكسوس ولا أمريكا؟ هقولك أمريكا. المغول ولا أمريكا؟ هقولك أمريكا. أمريكا رجعت من الحرب العالمية الثانية بقرابة 16 مليون جندي عامل، راجعة ب 16 مليون جندي عامل، غير المصابين والمفقودين والمنهارين والمقتولين والمتنيلين وغيرهم. أمال حضرتك رايح بكام؟ أمريكا النهاردة تملك أولا اقتصاديا، وعد معايا، عندك في أمريكا 6 ولايات كبرى بيتجاوز اقتصاد الواحدة فيهم تريليون دولار: كاليفورنيا ونيويورك وإيلينوي وبنسلفانيا وفلوريدا وآخرهم تكساس. عندك اقتصاد فلوريدا مثلا أكبر من إسبانيا، 1.73 تريليون دولار. نيويورك أكتر من الهند بحاجة بسيطة، 2.24 تريليون دولار. ولاية تكساس لوحدها 2.77 تريليون دولار. تمن أكبر اقتصاد في العالم، يعني لو في G8 كنت هتلاقي تكساس واقفة في وسطهم. اقتصادها أكبر من اقتصاد هولندا وبولندا مجتمعين، اللي هو إجماليه 2.14 تريليون دولار. أكبر من روسيا ومن كندا ومن إيطاليا. ولو ما انبهرتش، كاليفورنيا حجم اقتصادها 4.5 تريليون دولار، أعلى من اقتصاد بريطانيا بقرابة التريليون دولار، وأعلى من فرنسا بأكتر من تريليون دولار. بريطانيا 3.64 تريليون دولار، وفرنسا 3.16 تريليون دولار. ودي ولايات بتتقارن بدول، ما بالك بأمريكا تما اللي حجم اقتصادها اللي هو الناتج المحلي الاسمي بتاعها 30.5 تريليون دولار تقريبا. وراها على طول يا محترم الصين بكام؟ ب19.4 تريليون دولار، ودي الصين مصنع العالم. المركز الثالث ألمانيا ب4.75 تريليون دولار تقريبا. واخد بالك من الفروق؟ عندك بنك زي جي بي مورجان يا محترم، أصوله 5.5 تريليون دولار، والناتج المحلي الألمانيا تما 5.5 تريليون دولار. شركة بلاك روك بتدير أصول ب11 تريليون دولار. شركة زي انفيديا قيمتها السوقية 4.3 تريليون دولار. مايكروسوفت 3.8 تريليون دولار. أبل 3.7 تريليون دولار. شركة ألفابت المالكة لجوجل 3 تريليون دولار. أمازون 2.3 تريليون دولار. ميتا
1.8 تريليون دولار، تسلا 1.4 تريليون دولار. وخليني اقول لك يا محترم ان التريليونات دي كلها في منطقة واحدة وهي سيليكون فالي. منطقة وادي السيليكون هي وخليج سان فرانسيسكو اقتصادهم 1.2 تريليون دولار، قد اقتصاد هولندا، ودي الارقام المعلنة. وخلينا نسيب الاقتصاد يا محترم عشان مش هنخلص، لان كل ما هندور هنلاقي. وخلينا نشوف القوى العسكرية. الجيش الامريكي اكتر من 2 مليون جندي، قرابة ال 200 الف جندي خارج حدودها، وقرابة 1000 قاعدة خارج حدودها، 6300 دبابة، 1595 قطعة مدفعية ذاتية الحركة، و2800 قطعة مدفعية مجرورة، و1410 قاذفة صواريخ. والبحرية الامريكية 64 غواصة، و11 حاملة طائرات، و9 حاملات مروحيات، و8 كاسحات الغام، و75 مدمرة من اللي هي اكبر من الفرقاطة شوية، و23 كورفات اللي هي اصغر من الفرقاطة شوية، و5 سفن دورية اللي هي باترول شيبس باجمالي قطع بحرية 472 اللي قلناهم واللي ما قلناهمش. وامريكا عندها اكتر من 13,000 طيارة عسكرية، منهم 1800 طيارة مقاتلة، و896 طيارة مهاجمة، وقرابة 700 طيارة مهام خاصة، و606 طيارة التزويد بالوقود، و5700 هليكوبتر، و2600 طيارة تدريب، يعني طيارات حربية وقت الحرب عادي جدا. وده بجانب 5428 راس نووي، وطبعا ما عندناش لا مداهم ولا القوة التدميرية بتاعتهم. طب سؤال، القيمة السوقية لشركات الأسلحة الأمريكية كام يا سلامة؟ هقول لك RTX 218 مليار، وهانيويل 132 مليار، ولوك هيد مارتن 115 مليار، والمبيعات لكل شركة في دول في رينج 80-90 مليار دولار. إجمالي الإنفاق العسكري الأمريكي ل 2024 قيمته 831 مليار دولار. ولو عايز تعرف الأرقام اللي قلتها لك دي كتير ولا شوية، خليني أقول لك إن إجمالي الإنفاق العسكري الصيني 296 مليار، وروسيا 126 مليار، وأمريكا 831 مليار. خلاص عرفنا القدرة العسكرية، خلينا بقى نشوف البحث العلمي ايه الكلام. امريكا صرفت على البحث العلمي 940 مليار دولار، 30% من صرف العالم تما. الاتحاد الاوروبي كله صرف 18% بس. وخلينا اقول لك يا محترم ان قطاع الاعمال الامريكي بيمول وبينفذ من 75 ل 78% من اجمالي الR&D اللي هو مركز قوة شركات التكنولوجيا والدواء واشباه الموصلات. وخليني برضه اقول لك ان امريكا بتتحكم في تجارة اشباه الموصلات اللي هي ذهب العصر الحديث، وبتمتلك 50% من الحصة السوقية العالمية من الشريحة والمنظومات. وده على الرغم من ان التصنيع بتسيطر عليه تايوان، لكن امريكا بتتحكم في تايوان نفسها. طب والآلة الإعلامية الأمريكية سلامة ايه الكلام؟ هقول لك مفيش دولة تتقارن بأمريكا. السوشيال ميديا كلها منبعها أمريكا، فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، وإكس، حتى تيك توك الوحيد اللي كان بره أمريكا اشتروا النسخة الأمريكية بتاعته، واللي بيمتلكها هم روبرت ماردوخ صاحب شبكة فوكس، ومايكل ديل صاحب شركة ديل التكنولوجية، ولاري أليسون صاحب شركة أوريكل. يعني مفيش كلمة هتخرج في الإعلام من بره أمريكا. هوليوود أمريكية محترم، مسيطرة على إعلام العالم تما. الأوسكار والإيمي جوائز أمريكية، منصات نتفليكس وHBO وهولو كلها أمريكية، شبكات الأخبار أغلبها أمريكية أو تابع لأمريكا. أهو كل الكلام اللي فات ده محترم اللي يخلي ترامب يتعامل باستعلاء مع كل خلق الله. وبرضه خلينا متفقين إنه حقق نجاح من وجهة نظر اللي جايبينه. بمعنى، فاكر لما قلت لك إن نتنياهو بيصدر ترامب ويقول له حل؟ أهو الكلام ده طلع بلح. الرجالة جوز موظفين في نفس المؤسسة ومرتبين مع بعض الليلة، وكله بيشرب قصب وفرحان. بمعنى، إنجازات ترامب الاقتصادية والسياسية والعسكرية من وجهة نظر الغرب، ترامب بيميك أمريكا جريت أجين، المبدأ اللي كسب بيه في الانتخابات، لأن أمريكا قامت على الليبرالية الحرة، واللي هو بيعمله ده توجه الإنجليين. وعشان كده أمريكا عمرها ما هتبقى جريت أجين. وده يأكده لما في كلمة نتنياهو في مجلس الأمن كل الوفود سابت الجلسة وطلعت، نتنياهو كمل خطبته اللي استغرقت ساعة كاملة عادي جدا، ولا كان فارق له. هو فارق له بس إنه يراجع إنجازاته مع اللي مشغلينه اللي هم اليمين الأمريكي، أي أصحاب الاقتصاد الأمريكي. جدير بالذكر إن من اللي ما غادروش القاعة وحضروا جلسة نتنياهو كانوا الإمارات والبحرين وموريتانيا. المهم، خليني أقول لك إن نتنياهو ما كانش قدامه غير إنه يكمل كلمته، عشان لو ما عملش كده يبقى اتهزم سياسيا، وده طبعا ما حصلش وما ينفعش يحصل. ليه؟ نتنياهو قتل كتير قوي، مدان كمجرم حرب، عمل كل حاجة غلط وعيب وحرام من وجهة نظر مجموعة بشر، ولنفرض اسمهم جبهة. فالملاذ الوحيد بالنسبة له هو انه يحقق نصر عظيم للجبهة المقابلة اللي هم الصهاينة، وهو فعلا كان محقق لهم نصر تاريخي عظيم لغاية لحظة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كل ده نزل مزاد خردة، والراجل كان واقف في مجلس الأمن بيقول لهم أنا عملت كتير والله، ما تنسوليش الحلو وتفتكروا لي الوحش. بمعنى أصح بيدافع عن نفسه وبيشرح إنجازاته ومبرراته اللي خلت الحوار يوسع منه
منه ويجي لهم في مكتبهم ويلاقوا نفسهم اتحطوا في موقف وحش، فكان لازم يعمل كده عشان يفضل متمتع بالحصانة اللي مدينها له، اللي تخليه بقى محكوم عليه ومجرم حرب بيسافر عادي وبيطلع في التلفزيون عادي وهو عليه أحكام. ده نتنياهو طلع على المؤثرين في أمريكا واجتمع معاهم وقال لهم كل الكلام وعمل كل اللي بيتعمل ودفع كل اللي بيدفع عشان يوجه الرأي العام الأمريكي. طب والرأي العام يا سلامة حاولك ما يشغلهوش، في عندنا قوة عظمى ما نستغلهاش ليه؟ نتنياهو هو وترامب جايين يستخدموا اللي محدش استخدمه، القوة المطلقة. فاهم حاجة؟ القوة اللي تخلي ترامب يمشي رئيس كولومبيا من أمريكا بعد جلسة الأمم المتحدة ويقول لك أصله كان بيدعو الجيش للعصيان المدني ومش عارف إيه، بيقنن موقفه، بس النوايا ولعت في الدور خلاص، مع العلم إن الأمم المتحدة لها حصانة، يعني مفيش حاجة اسمها فيزا ولا وسع من هنا ولا الكلام اللي بالك فيه. أنت فاهم العنترية الغاشمة عاملة إزاي؟ الخلاصة صديقي قولا واحدا، ترامب والصهاينة فازوا بالمعركة، وترامب نصب نفسه حاكم لغزة، واحنا غلطانين عشان سيبنا نفسنا نصل لهذا المستوى من الإهانة عشان نشحت حق بقاله فوق 70 سنة، وهو حق فلسطين. تشرفتم متابعتكم، أشوفكم بخير.